هل فشلت الثورة الفرنسية في مصر؟ هل مصر استفادت من الاحتلال الفرنسي على مدار 3 سنين؟ ولا فرنسا نجحت انها تحقق اهدافها من الاحتلال؟ مع وجود مسلسل سر الباتع في رمضان واللي رجعنا بالذاكرة للاحتلال الفرنسي والمقاومة الشعبية في مصر وأبطالها البواسل، هنعرف كل الإجابة على الأسئلة دي في خلال الفيديو. تابعنا للفيديو للآخر واعمل لايك وسبسكرايب للقناة وهتعرف كل حاجة. في عام 1798 كان في اختلاف داخل فرنسا ان بريطانيا بتحاول تسيطر على العالم كله، وكان في خوف برضه من مواجهة بريطانيا وجها لوجه. فقالوا احنا ليه نواجه بريطانيا؟ احنا نعمل حاجة مهمة جدا او حاجة حيلة كويسة جدا، ان احنا نقاسم بريطانيا في احتلال العالم. هي بتحتل في اماكن واحنا نحتل اماكن تانية قصادها، واستقروا الرأي ان هم يحتلوا مصر. هتقول لي ليه مصر يا صديقي؟ هقولك ان مصر موقعها متميز جدا زي ما كلنا عارفين، بتبص طبعا على بحرين، وقالوا نعمل مصر زي قاعدة عسكرية كده نغزو منها الشرق كله. بلد مليانة بالموارد ومليانة بالخير، وهنعرف نعمل فيها كل اللي احنا عايزينه وهنتحرك في كل الاتجاهات. فجاء عمنا الجنرال نابليون بونابرت وخد موافقة الحكومة الفرنسية انه هو اللي هيجهز الجيش ويطلع بيه على مصر. راح مجهز 36 ألف جندي من الجنود الفرنسية، وجهز 400 سفينة وحملهم بكل العتاد والمؤن والذخيرة الحية، وطلع بيهم على مصر. وتحديدا طلع بالظبط في 19 مايو عام 1798 من ميناء طولون، واتحرك متجها إلى مصر. وتحديدا في 1 يوليو عام 1798 وبالليل وصل إلى ميناء اسكندرية أو وصل لاسكندرية، وقعد يبعت في منشورات لأهالي اسكندرية والحكام يقول لهم ان انا بحب الدين الاسلامي، انا بحب المصريين، انا جندي من جنود الخليفة العثماني، انا جاي اخلصكم من المماليك، انا جاي اخلي البلد دي بلد متقدمة علشان هي تستحق كده. انا جايب معايا بقى علماء وجايب معايا دكاترة وجايب معايا باحثين، وكل الكلام اللي احنا عارفينه اللي كان بيقوله نابليون بونابرت في دخوله او في بداية دخول الحملة الفرنسية مصر. طب هتيجي تقول لي بريطانيا واللي كانت القوة العظمى في الوقت ده سابت فرنسا كده ونابليون يجهز الجيش كله ويطلع يحتل مصر كده بدون اي تدخل؟ هقول لك لا، بريطانيا في الوقت ده راحت جهزت اسطول بحري بقيادة نيلسون، وده كان من القادة البحرية البريطانيين اللي ليهم اسم مسمع في الوقت ده، وطلع ورا نابليون يدور عليه في البحر علشان يضربه قبل ما يوصل اسكندرية وقبل ما يدخل مصر أساسا. لدرجة ان الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون وصل اسكندرية قبل نابليون، وبعت رسالة لمحمد كريم حاكم اسكندرية في الوقت ده بيقول له الحق، ده فرنسا بعتلك أسطول بقيادة نابليون بونابرت علشان يحتل مصر. طبعا محمد كريم في الوقت ده ما استجابش للرسالة بتاعة الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون، وفكرها انها خدعة منهم علشان يدخلوا او ينزلوا في الشواطئ المصرية، وبعد كده الاسطول البريطاني هو اللي يحتل مصر. فطبعا ما رضيش او ما وافقش ان الاسطول الانجليزي او البريطاني ان الجنود بتاعته تنزل على الشواطئ علشان تستنى الاسطول الفرنسي هو وجاي وتحصل معركة ما بينهم. راح رجع تاني الاسطول البريطاني بقيادة نيلسون يدور على نابليون في البحر علشان يضربه، فطبعا تاهوا من بعض كل واحد في مكان وفي اتجاه. وفي الفعل وصل نابليون يوم 1 يوليو بالليل سنة 1798 ووصل لاسكندرية. عايز اقول لكم على حاجة محزنة الصراحة، ان في وقت ما كانت فرنسا مهتمة بكل انواع العلوم، الطب والهندسة والتسليح والدين وكل حاجة، كانت مصر مهتمة بعلوم الدين فقط. وده اللي خلى الجيش المصري في الوقت ده كان ضعيف جدا، والمقاومة الشعبية بس هي اللي كانت بتصد قصاد الاحتلال الفرنسي او قصاد نزول نابليون اسكندرية. فالمعركة طبعا كانت محسومة. الشعب الاسكندراني او الشعب المصري ساعتها كان طالع يحارب بالسيوف والخيول والنبوت، قصاد الجيش الفرنسي كان بيضربه بالبارود والمدافع. فالمعركة كانت محسومة وبشكل سريع جدا للجنود الفرنسيين. وطبعا دخل بعدها نابليون يقول برضو ويكرر نفس الكلام تاني، انا جاي اخلصكم من المماليك، انا جندي من جنود الجيش العثماني، انا جاي اشوف البلد دي علشان تستحق انها تكون بلد متقدمة.
وراح نابليون قعد يقول كام جملة كده يلعب بيهم على مشاعر المصريين. نابليون كان مثقف شوية وعرف ازاي يتعامل مع المصريين بذكاء. راح قال كام جملة اللي هم ايه: أدام الله إجلال السلطان العثماني، أدام الله إجلال العسكر الفرنساوي، لعن الله المماليك وأصلح حال الأمة المصرية. فبكده لعب على مشاعر المصريين علشان يدخل مصر ويقعد فيها ويخطط ويشوف هو عايز يعمل ايه. الحقيقة ان المقاومة الشعبية كانت مستمرة في الوقت ده في كل البلاد، زي ما اشار مسلسل سره الباتع كده ان كان في ابطال مصريين جامدين جدا في المقاومة الشعبية بقاوموا الاحتلال الفرنسي، لحد ما وصلوا لمعركة شبرخيت واللي اتقابل فيها الجيش الفرنسي مع المماليك، وانهزم بصراحة المماليك هزيمة ساحقة، هم والاهالي والفلاحين وكله هزيمة ساحقة على يد الجيش الفرنسي. تراجع بعدها مراد بك وتمركز في امبابة، وابراهيم بك اتمركز في بولاق، فانقسم كمان المماليك قسمين، وده مما اضعافهم زيادة قصاد الجيش والجنود الفرنسويين. وبالظبط في 21 يوليو عام 1798 دارت معركة امبابة، واللي ما خدتش اكتر من 45 دقيقة كان مخلص فيها الجنود الفرنسيين على المماليك تماما، اللي وقع فيها حوالي 1500 جندي مملوكي قصاد 70 عسكري فرنسي فقط. بعد هروب مراد بك للصعيد وهروب إبراهيم بك لسوريا، استسلم الأهالي بصراحة لنابليون في القاهرة، ما كانش قدامهم حل تاني غير كده. نابليون قابل العلماء والمشايخ وطمنهم وقال لهم إن هو مش هيأذي حد، وبالعكس كمان هيخليهم يشاركوه في الحكم، لأن نابليون بصراحة ما كانش فارق مع المصريين ولا المماليك. هو كان جاي مصر لغرض معين، انه هو يحولها لقاعدة عسكرية ويغزو منها ولمضايقة بريطانيا والانجليز. بدأ بعد كده نابليون يقدم خدماته للمصريين علشان يقنعهم فعلا انه هو جاي يصلح حال البلد دي. فبدأ بالقضاء على مرض الطاعون، دخل صناعات جديدة، عمل تطوير لمناهج التعليم، عمل تطوير لخدمات البريد، عمل تطوير للمواصلات والترع والري، عمل مجموعة من القوانين اللي بتنظم حياة الناس، وعمل حاجة مهمة جدا وتعتبر من أهم الحاجات اللي عملتها الثورة الفرنسية، وهي إنه أسس المعهد العلمي المصري، وده كان بالاشتراك من علماء فرنسيين مع علماء مصريين. واللي انبثق من المعهد العلمي المصري ده كتاب يعتبر من أشد الكتب في مصر، وهو كتاب وصف مصر، واللي بيتكون من 24 مجلد. وكمان تم اكتشاف حجر رشيد في 1799، واللي كان سبب اكتشافه وفك رموزه معرفة اللغة الهيروغليفية القديمة، فيعتبر علماء الحملة الفرنسية هم السبب في اكتشاف أسرار الحضارة الفرعونية القديمة، فده يعتبر بالنسبة لنا كنز سابته لنا الثورة الفرنسية. في الوقت ده صديقي هتقول لي طب هو الأسطول البريطاني اللي كان في شواطئ البحر المتوسط من زمان أو من ساعة وصول الحملة الفرنسية رجع خلاص على بريطانيا ونسي الموضوع؟ هقول لك لا، ده كان الأسطول البريطاني بقيادة نيلسون كان بيحاصر شواطئ البحر المتوسط ومستني ينتهز فرصة واحدة بس علشان يضرب الأسطول الفرنسي. الأسطول الفرنسي في الوقت ده كان بقيادة فرانسوا بول، والأسطول البريطاني زي ما قلنا كان بقيادة نيلسون. فدارت معركة شديدة بينهم، وبالتحديد تسمى بمعركة أبو قير. في المعركة دي انتصر الأسطول البريطاني على الأسطول الفرنسي وهزمهم هزيمة ساحقة، ودمر سفينة الذخيرة بتاعتهم وقتل منهم حوالي 3000 جندي فرنسي قصاد 288 جندي بريطاني بس. في الوقت ده كمان السلطان العثماني أعلن الحرب على فرنسا. أم نابليون فرض ضرائب على المصريين علشان يقدر يكفي أو تجيله موارد ويقدر يكفي احتياجات الجنود والجيش بتاعه. انت عارف طبعا المصريين ما بيحبوش يدفعوا ضرائب من زمان، راحوا عملوا الثورة الأولى على نابليون وعلى الجيش الفرنساوي. طبعا نابليون مسكتش وقام بقطع أعناق السائرين واستطاع أن يسيطر على الثورة الأولى. وبعدها اتحرك نابليون إلى سوريا لمواجهة السلطان العثماني. وبيتكلم نابليون عن عذاب الرحلة في الصحراء، بيقولوا ان هو عطش وقلة مية وقلة اكل وحرارة، واكلوا الكلاب والحمير والجمال لحد ما وصلوا لفلسطين وغزة. وبعد كده هناك
قعد يتغزل في فواكه غزة وبساتين غزة. وفي 3 مارس وصل إلى يافا ودارت معركة بينه وما بين جنود السلطان العثماني، وبصراحة انتصر فيها الجيش الفرنسي على جنود السلطان العثماني هزيمة ساحقة ليهم، وتم أسر 4000 جندي من جنود السلطان. وبعد ما أخدهم في الأسر نابليون خاف يطلق سراحهم مرة تانية فيرجعوا يعملوا عتاد ويرجعوا يحاربوه، وخاف ينضموا للجيش الفرنسي ينقلبوا عليه في يوم من الأيام. يعمل إيه نابليون في الوقت ده؟ يؤمر بقتل 4000 جندي من جنود السلطان. يعني نابليون تحول في الوقت ده لسفاح بلا منازع. بعدها كمل طريقه نابليون من يافا إلى عكا. كان حاكم عكا في الوقت ده واحد اسمه أحمد باشا الجزار. في الوقت ده كمان فرنسا كانت بعت لنابليون زي مؤن وذخيرة كده ومدافع علشان يحارب بيها. المؤن والذخيرة والمدافع دي وقعت في ايد الاسطول البريطاني في البحر. راح الاسطول البريطاني سلمها لأحمد باشا الجزار علشان يضرب بيها نابليون، وبالفعل أحمد باشا الجزار استخدم المدافع دي وهزم بيها نابليون في عكا هزيمة ساحقة. فاتهزم الجيش الفرنسي بقيادة نابليون في عكا، فقرر نابليون الرجوع لمصر مرة تانية، وقال جملته الشهيرة: لولا عكا لأصبحت سيد مفتاح الشرق، لقد مات خيالي في عكا. في الوقت ده كان وصل الجيش العثماني لإسكندرية علشان يحارب نابليون في 11 يوليو، ودارت المعركة ما بينهم فعلا في 25 يوليو، وطبعا كانت النتيجة محسومة لصالح الجيش الفرنسي نظرا للعدد والعتاد وقوة الجيش الفرنساوي والمدافع اللي كان بيضرب بيها. في الوقت ده كان وصل أخبار لنابليون من الجيش البريطاني نفسه بأن التحالف الأوروبي المعادي لنابليون قدر أنه هو يطرد القوات الفرنسية من ألمانيا ومن إيطاليا. وبكده بدأ نابليون يخسر كل حاجة. خسر عكا، خسر الأسطول البحري في اسكندرية، خسر ألمانيا، خسر إيطاليا، وأهم حاجة أنه فشل أنه هو يحول مصر لقاعدة عسكرية يغزو منها الشرق. فما كانش فيه حل قدام نابليون غير أنه يرجع لفرنسا بأقصى سرعة. وقبل ما يهرب نابليون لفرنسا راح مسلم الحملة الفرنسية للجنرال كليبر في 23/7 عام 1799. وبعدها زي ما كلنا عارفين ان الجنرال كليبر تم قتله على يد سليمان الحلبي، وبعدها تم إعدام سليمان الحلبي. ثم تولى قيادة الحملة الفرنسية في مصر الجنرال جاك فرانسوا مينو، وبعدها تم توقيع معاهدة لتسليم مصر على يد الجنرال جاك فرانسوا مينو، وبالتحديد في 2 سبتمبر عام 1801. وبكده يبقى انتهت الثورة الفرنسية في مصر. هنسيب لحضرتك في التعليقات تقول لنا هل الثورة الفرنسية بالنسبة لوجهة نظرك حققت اللي هي عايزاه أو الأهداف المرجوة منها، ولا مصر استفادت أكتر من الثورة الفرنسية؟ وده كان الفيديو بتاعنا. ما تنساش لو عجبك لازم تعمل لايك وسبسكرايب للقناة علشان يوصلك كل جديد.